يا صباح الهنا والحب والسعادة والسرور، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. يا رب تكون الفيديوهات اللي انا بقدمها تكون بتعجبكم، ولو حابينها يا ريت بس لو تكتبوا لي في الكومنتات عايزين نرجع للطبخ تاني، حابين الرحلات والجو ده. فانتوا قولوا لي انتوا عايزين ايه او حابيني في انهي شكل من الاشكال. ده يا جماعة أنا كنت حاطة بس مقدمة كده عشان أصبح عليكم الأول، وبعد كده هنبتدي في إزاي أنا جهزت للرحلة. تمام، وشكل الأكل اللي أنا عملته هناك إيه. اللي شاف الفيديوهات القديمة كان عارف إن أنا الرحلة الشركة اللي طالعة معاها كان فيها وجبات جاهزة، اللي عايز طبعا بيدفع حقها وبياخدها. أنا كنت حابة أعمل الأكل بنفسي، كجو مصيف بقى والكلام ده، وبجهز وبعمل. فعشان كده أنا عملت جهزت وخدت الأكل معايا. تمام. فيلا بينا كده نبتدي ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ونشوف بقى احنا كده ايه جهزنا ايه. دي اول حاجه يا جماعه. كنا بنعمل هنا لحمه محمره. تمام. دي سمنه، حطينا السمنه في الحله زي ما انتم شايفين كده. اسفه لو الكاميرا كانت صغيره، وعلشان كمان ان التخانه كانت كل شويه تخليني افصل الفيديو، فكان العدسه كانت كل شويه بتتبخر مني. تمام. فانا بس حبيت ايه يعني انجز لكم الحاجات اللي انا يعني كنت بعملها. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهوت. احنا بتسخن السمنه جامد، اللي عايز يعمل بزيت عادي. وبعد كده بنحط اللحمه بتاعتنا، ونفضل نشوح فيها نطلع عينيها لحد ما بصوا تبقى لونها بني كده. او كل ما بتغمق اكتر كل ما الصوص بتاعها بيبقى احلى. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهو. بنديها زي صدمه كده على النار. الأكلة دي بتبقى جميلة جدًا يا جماعة، والصوص بتاعها بيبقى حلو. على فكرة اللي بيطلع منها مش شوربة، عشان الناس اللي بتبقى مفكرة إن هي شوربة. يا جماعة مش شوربة، أنا شُفت ناس خدتها عصرت عليها ليمون، فطبعًا ده غلط طبعًا. دي لحمة محمرة، اللي بيطلع منها ده عبارة عن صوص مش شوربة. تمام. بتتاكل جنب رز، جنب مكرونة، حاجات زي كده، شيبسي، بطاطس بقى كده. فإحنا كنا عايزين نعمل بطاطس والله هناك، بس طبعًا مين بقى هياخد بطاطس وكده، فأنجزنا وعملنا ايه. دي فلفل، ده فلفل اسمر اللي حطيناه ده عشان يتشوح مع اللحمه، طبعا يطلع لها ريحه ويديها طعم. فطبعا ايه بس انجزنا بقى لسه هنحمر بطاطس ومش عارفه، احنا كمان برضو يعني في بيت مش في بيتنا يعني، فاحنا جهزنا الاكل على التسخين بس. و... وجبنا شيبسي وحاجات ساقعه وخلاص على كده. تمام. وطب بس طبعا عملنا رز يعني. انتوا هتشوفوا في بقيه الفيديو ايه شكل الاكل اللي انا عملناه. بصوا يا غماء اهي زي ما انتوا شايفين كده، وضفنا الميه. هي بقى تفضل تستوي تستوي تستوي، والميه في الاخر خالص تقل. تمام كده. بصوا بقى التجهيز التاني ده يا جماعه. دي كانت عباره عن فراخ وده بصل وملح وفلفل وصلصه. تمام. احنا تبلناها وحطيناها في الفريزر وخدناها معانا في الايس بوكس مجمده. اه ده الفلفل الاسمر. الملح. الصلصه. طبعا اللي عايز يحط طماطم ممكن طماطم برضو بتبقى طعمها حلو، بس احنا حطينا صلصة علشان ما تنزلش مية معانا، والطماطم هتنزل مية. فاحنا فضلنا ان احنا نعملها بصلصة عشان خاطر يعني تبقى مجمدة كده ماسكة نفسها، ما تبقاش ايه عاملة، ما تنزلش مية يعني. تمام اهو تبلناها كده ودعكناها في بعض. دي بقى الفراخ الوراك بتاعتنا اهو. بصوا دعكناها كده بالتتبيلة زي ما انتوا شايفين كده. كله كان جاهز على السوا، كله يعني احنا كنا نرجع من البحر، حط اطلق في الصينيه، اطلق شويه الرز مش عارفه ايه، دب دب خلصنا كده. يعني الاكل كده ما بياخدش معانا 10 دقايق. والله 10، وبسم الله ما شاء الله البوتاجاز كان حلو جدا. كان بينجزنا يعني قبل ما بناخد الدش بتاعنا نكون الاكل كان بيبقى جاهز، نطلع ناكل على طول. اه حطيناها في العلبه بلاستيك بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين كده. نحط فوقيها الصوص بتاعنا اهو. بس وقفلناها على كده.
تمام، دي بقى حطيناها في الفريزر. ده بقى الاكل بقى يا جماعه. ده اول يوم، دي الفراخ اللي احنا عملناها بعد ما سويناها، وشيبسي، معنا شيبسي ورز، عملنا رز. تمام. وبيبسي او حاجه ساقعه زي ما انت، وده الصوص. بس للاسف الفرن ما كانش شغال، كان نفسي احمرها شويه من فوق، بس للاسف بقى ما كانش شغال، فعادي يعني. ده تاني يوم كان معانا كابوريا وسمك قليناه، وعملنا رز صياديه. مصيف بقى لازم ايه نشهيص بقى، والسمك والكابوريا والحاجات دي زي ما انتوا شايفين كده. اكل حلو ونضيف وبيتي ومعمول كده، ايه بدل من الاكل اللي بيتجاب من بره، والله وارخص بكتير من بره. ده اليوم اللي بعده عملنا رز وشيبسي. تمام، واللحمه اللي كانت محمره، والحاجه الساقعه. تمام اهي. ما تستغربوش ان هي اللحمه خست كده. احنا ما كناش والله. اتغيرت. احنا كنا واخدين الاطباق والحاجات دي معانا من البيت، احنا ما استعملناش اي حاجه من الشقه. ده اليوم الاخير اللي هو يوم السفر ده. كانت حاجات جاهزه كده وسهله. عملنا صدق وطماطم طرنشات وبيبسي وشيبسي وعيش جاهز من هناك. ويوم كده ايه عدى على كده، ان كانت كلها ساعات وهنمشي. تمام. الفطار بقى يا جماعه، احنا داخلين على، انا مصوره لكم الفطار، بصوا اهو. كان بيبقى زي كده كل يوم، فلافل، طماطم، جبنه تركي، لانشون، كان معانا جبنه بيضه، سلطه. تمام. بس اليوم ده ما كناش حاطين جبنه بيضه، كنا واخدين معانا علب اللي هي الدومتي دي. تمام. والعيش زي ما انتوا شايفين كده. طماطم طرنشات، اللي عايز ياكل كده، اللي عايز ياكل كده. فيعني كنا ايه بنغير. تمام. يا ريت لو كانت الرحلة عجباكم، والتجهيزات اللي أنا جهزتها عجبتكم. و... ولو حابين الفيديوهات ده برضو زي ما قلت لكم، يا ريت لو تكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والكومنت والاشتراك. تمام. بصراحة البحر شكله ساحر، ساحر ساحر ساحر، فظيع والله. الواحد بس بيتفرج كده على الفيديو بينبهر انبهار، انبهار بهورة. شاطرة شطورة أي حاجة، واخدين بالكم انتوا على نفس الوزن والقافية. يا رب تكونوا استمتعتوا معايا في الفيديو. دي دي آية اللي تتصور دي. صراحة هو الشواطئ كلها هناك حلوة جدا، وعجبني شاطئ الغرام جدا 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 جدا، فوق يعني فوق الوصف بصراحة. هو تبع القوات المسلحة بس كان تحفة. يلا اللي وصل لحد هنا ما ينسينيش في الكومنت، ويلا أشوف وشكم بخير. وباي، كان معاكم يا محمود. دي ايه العوجة اللي انت عملتيها دي؟